وهو الدنيس ظهر يا جماعه، ده مش في الليكس، ده دنيس وبالع وداخل على الجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشتركي القناه ومشاهدي القناه، السلام عليكم ورحمه الله. فيديو جديد ان شاء الله ينول اعجابكم. مستهدفين المرمار والفليجس. معانا طعم ايه؟ معانا دود نار ومعانا برغوث. هنجرب بالمكنه الاول وهنشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، وبعد كده هنشتغل بالجوز. عشان ما اطولش عليكم، ما تنسوش اللايكات يا جماعه، تاتش واحد على اللايك عشان الفيديو ينتشر لاكتر ناس. في صندوق الوصف زي ما اتعودنا، المعلومات اللي بنطلع بيها من الفيديو هتلاقوها كلها في صندوق الوصف. اي تعليق اي استفسار احنا مع بعض. ما تنسوش اللايكات يا جماعه، ضروري جدا. يلا بينا كده بقى نشوف هنعمله ايه. هنشتغل بالمكنه الاول، وهنشتغل طالما قلنا في مرمار زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده. هنعمل سبحه 3 4 اسلحه فوق وسلاح تحت. المكنه اللي هنشتغل بيها مكنه 6000 عليها شعر 35 نازل منها القرم. السلاح شعر 20 سلاح 6 كفته زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده. ده بيموت المرمار، وبالاخص لو في مرمار خشن. 6 كفته. رصاصة 4 حرة. يلا بينا بقى عشان ما نطولش ونشوف هنعمله ايه النهارده. يلا خليكم معايا. هنرمي رمي على المباشر كده مع بعض يا جماعة. خليكم معايا. بس بسيب الرصاصة كده تنزل، ما بقفلش المكنة دلوقتي. لما بحس ان الشعر خلاص وقف في ايدي، خلاص الرصاصة ريحت، بقفل المكنة وببتدي الم البوش وبمسك على ايدي. ما تقفلش المكنه الا لما الرصاصه تنزل على الارض، عشان الرصاصه تنزل في المكان اللي انت رميت فيه بالظبط. لو قفلت المكنه والرصاصه لسه بتنزل، الرصاصه هتيجي عليك، هتقرب عليك. ممكن لو انت بترمي على طبليه وعر ولا حاجه دخلت الوعر خلاص. اول رمي على المباشر يا جماعه بدود النار. اول رمي على المباشر بدود النار. مرمار اللي احنا مستهدفينه اول رمي على المباشر اهي مع بعض على دود النار. وجنشور صغير ده هيرجع الميه طبعا. خليكم معانا مستهدفين المرمار وان شاء الله خير. ما تنسوش اللايكات يا جماعه، وزي ما تعودنا في كل فيديو ان شاء الله هنشوف الحصيله اخر الفيديو. خليكم معايا. ده يا جماعه زي ما احنا شايفين ده كده دود النار. وزي ما اتفقنا يا جماعه، اي دود بنقطع من الديل، يعني بنقطع من الحته اللي انا ماسكها دي. دماغ الدوده اهي بنسيبها عشان الدوده تفضل معانا حيه. يعني بقطع من الديل لغايه ما اوصل للدماغ. ابتدي قطع الدوده من الديل زي ما احنا شايفين كده. ده دود نار، مش دود قراص ولا دود مشرشر، ده دود نار اهو. والمرمار والدنيس بيعشقوه. خليكم معايا. ان شاء الله يا جماعه مرمار واكل على الفرده اللي تحت اهو. الفليج الزهرة اهو يا جماعه على دود النار. زي ما قلنا السمك كله محرف، يعني السمك مش في الواسعه يا جماعه. السمك تحت رجلك 15 20 متر بالكتير قوي، 10 متر كمان. ويا سلام لو قدام منك وعرايه او قش، السمك ورا منه على طول. خليكم معايا. بصوا يا جماعه المرمار اربع. المرمار اربع داخل على البرغوث ما شاء الله طبعا. وهنوريكم طبعا الحصيله زي ما احنا متعودين اخر الفيديو ان شاء الله.
هوريكم حجم المرمرايه دي اهي يا جماعه. بص المرمار داخل على البرغوث اهي. بص المرمرايه قد ايه، داخله على الربع كيلو وزياده كمان ما شاء الله. خليكم معانا اهي المرمره. ده يا جماعه حلبوش امسك. حلبوش حلو، حجمه حلو، 111. الوقار الصغير زي ما احنا عارفين وقلنا في الفيديوهات اللي قبل كده. حلبوش داخل برضو على الربع كيلو وداخل على البرغوث. برضو عندك اهو. خليكم معانا. ال 111 طبعا هتلاقوها هنا كده اهي قدام الكاميرا في النخاشيش. خليكم معانا. وزي ما احنا شايفين يا جماعه كده البطاطا دخلت برضو، ما لحقناش نصورها. احجامها حلوه قوي على البرغوث، داخله على الجوز كده. يبقى بشاير خير ان البطاطا موجوده ان شاء الله زي ما احنا شايفينها. خليكم معايا. مرمار دخل تاني يا جماعه، حجمه معقول جدا طبعا. خليكم معايا. على البرغوث على الفرده اللي فوق الرصاصه على طول. ده يا جماعه مرزبان، وطبعا اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي قبل كده. هو داخل على دود النار. المرزبان سمك حلو جدا، بس الشرط بتاعه الوحيد ان هو يتاكل بارد، يعني يتعمل باي طريقه، سواء مشوي سواء مقلي سواء اي طريقه. لازم يتحط في التلاجة يبرد عشان لحمه يتاكل، لان لحمه بيبقى ناعم لو ما بردش. وهو سخن تلاقي لحمه ناعم قوي، لما بيبرد لحمه بيبقى جلس كده وجميل. خليكم معانا. اللهم لك الحمد. دي كانت الحصيله يا جماعه، زي ما احنا متعودين كل فيديو بنشوف الحصيله. المرمار انا حاطط مرمرتين في وسطهم دنسايه. دي دنسايه يا جماعه مش في الليجس. المرمار بحجم الدنيس ما شاء الله فوق الربع. والصربايه دي معديه الربع كيلو. الصرب ده من السمك النادر قوي دلوقتي. كان الاول زمان بناخدوه بالاحجام دي، وكنا بناخدوه على الخضره مع البطاطا وبيخش على العجينه. سمكه حلوه جدا، بس للاسف بقت نادره دلوقتي. المرمار النهارده خشن يا جماعه، معظمه دخل على دود النار ودخل على البرغوث زي ما احنا شايفين الحصيله اهي. ان شاء الله الفيديو اللي جاي ينول اعجابكم. ما تنسوش يا جماعه اللي بيحب القناه ويحب المعلومات بتاعت القناه، تاتش واحد على اللايك بس عشان الفيديو ينتشر لاكتر ناس. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي قريب، ويكون افضل من ده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.